يا هلا ويا مية هلا متابعيني ومتابعاتي. نبدي هذا الفيديو بالصلاة على محمد وآل محمد. طبعا حبايبي اليوم روتين ريوق وغدا. الريوق اليوم رادو جيمر عرب وكاهي. طبعا العائلة اشتهت، فاحنا مو دايما نجيبه، لا يعني لو الجمعة لو من المناسبات المهم، فهم اشتهوا اليوم قالوا اريد جيمر وكاهي. انا كاهي ما اكله الحلو والله عليكم مسكر ما اكله. المهم هاي بعد ما كملته وقطعته هنا خليت له الشيرة. هذا القمر هم فد يوم اسوي لكم فيديو على الكاهي. هو طبعا حتى بالبيت يصير سهل. متابعيني ومتابعاتي، واهم شي العافية مثل ما قلت لكم والستر ونعمة، يعني شيجي نعمة خير من الله، الحمد لله والشكر. طبعا هنا بديت اصب الشاي يعني. تعرفون الريوق العراقي لازم شاي وياهم عراقي، لا حتى الدول يعني مو بس احنا. وهذا خبز الشعير. أنا أكل خبز شعير ويا القمر. إيه لأن هذا القمر ما يضر، بس هسه تقولون شلون بيها سكر تاكل هذا القمر؟ لا ما يضر. أي شي يعني حيواني ما يضر. الزبد الحيواني، الحليب الحيواني، القمر يعني هذا ما يضر. يعني تعرفون القمر عرب مستخرج من الحليب الحيواني. المهم هنا راح نبدي النوب بالغدا. طبعا ما سويت لكم روتين التنظيف مال البيت والله، لأن بنتي مشغولة بالامتحانات، فأنا قاعدة أصور وحدي. هنا كان غدانا فراسم حبايب قلبي، أو كوارع، يعني انتو شو يسموها الدول، اكو بعض الدول يسميها كوارع، احنا نسميها فراسم. المهم انا اجيبها من السوق، ما يعني اكتفي بالتنظيف مالت السوق، لا هم اجيبها على النار. يعني اخاف بيها مثلا في شعر زايد بعد بيها منظفينها ملهي اي، فاقوم انا احرك بيها اي شي زايد هو راح يروح من عندها. ونغسلها، بس الغسل لازم يصير يعني هواي نغسل بيها. انا نقعتها طبعا بعد التنقيع، نقعتها والنوب هسه اني بالسكينة قمت افرك هذا اللي على النار اللي صار الشعواط، شلون نقول الشعواط. بدينا نغسل بيها. يعني طبعا هي والله أكلة مفيدة وأكلة شتوية هي هم، يعني أكلات دسمة. الأكلات دسمة احنا نهويها بالشتاء، بالصيف ما نحب هيك أكلات، انتو تعرفون هذا الشيء. المهم بديت أغسل بيها أنا هنا. ومع العلم هي مليئة بالكولاجين، لو تعرفون شنو فوائد الكولاجين مالها. هاي طبعا بعد ما غسلتها شلون صارت بيضة. متابعيني ومشاهداتي والله قاعد تنزل حبايب قلبي، صعدوا لي اياها في دول عمركم. هنا الاضافات اللي حضيفها نمو بصرة وبصل او فلفل حار. طبعا انا بالشتاء استعمل البصل الاخضر، ابد ما استعمل، وكركم فقط، ما ابد ما استعمل البصل العادي الاخضر. هنا خليت تقريبا خاشقتين مال دهن، لان هي دسمة ما يحتاج تخلي لها دهنة هواي. اي فحمسة خفيفة، لان شوفوا حمسة خفيفة احنا راح نخليها لين ما تستوي الحمص. حبايب قلبي ان شاء الله تستفادون من هذا الفيديو، وتساعدوا لي اياه بالمشاهدات والتعليقات الحلوة، والله لا يحرمني من عندكم. واللي تمر صدفة بقناتي وتعجبها تشترك بيها. هنا راح اضيف المواد: نمو بصرة والبصل والفلفل الحار. وهنا اضيف طماطية. انا شوفوا حبايب قلبي، انا للباتشا للكوارع او الفراسم طماطة شنو اضافتها تقولون هي مو حمرا بيضة، اي صحيح، بس هاي الطماطية ما راح تعطي لون، بس راح توخر الزفر اللي يعني بهاي الاكلة، تسحب الزفرة. وابقى احمس بيها يقعد يعني 10 دقايق هيك احمس بيها، مو هواية. شوفوا حبايب قلبي، هنا راح اضيف التوابل: الثوم والكركم. ضفت هنا الثوم والكركم حبايب قلبي، متابعين ومتابعاتي، خواتي بناتي صديقاتي كلكم على راسي. هنا بقى شلون حمسناها. هنا ضفت لها مي فاير، يعني ما نضيف لها مي بارد، مي فاير يعني نخلي لها حبايب قلبي. شوفوا هنا يعني انا ترست الجدر واخليها تفور براحتها. طبعا هنا قامت تفور. هاي الرغوة البيضة انا اشيلها، هاي الزفرة مالت المرق اشيلها واخليها تفور على راحتها. وضفت لها بعد شنو الاضافات، ضفت لها اللبلبي المسلوق، لان انا سويت تشريبه فطيبة تصير تشريبتها على مود. حبايب قلبي وهنا راح اقللها
على نار هاد يعني هيك شلون الدم على النار تصير، وأخليها ساعة كاملة، ساعة كاملة ما أفتح الجدر. شوفوا متابعيني، ساعة كاملة أخليها ما أفتح الجدر. هنا ضفت لها اللبلبي وهاي البهارات مالتها شقد حلو صار لونها. طبعا بعد ما استوت، شوفوا حبايب قلبي، وصبيناها وسهمنا وسهمكم عافية، وأقول لكم مع السلامة، فيديو جديد.